السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواننا وحبايبنا، كل عام وانتم بخير. اتمنى تكونوا في احسن صحة واحسن حال. طبعا انا كان الفيديو اللي فات او الفيديو لايف اللي فات اللي انا كنت عملته كان كلمني ناس كتير، يعني عشان احنا نكمل السلسلة دي من المعلومات، وسألوني اسئلة كتيرة والاجابة يعني بتكون فردية، بتكون صعبة على الواحد يعني. فاحنا اصرنا ان احنا نعمل ان شاء الله شوية فيديوهات ان شاء الله كلنا نفيد بعض فيها، وان شاء الله ربنا يعني ييسر الامر لكل الناس يعني. طبعا مسألة ان انا ارد على اسئلة الناس بتبعتها، انا يعني هكلمكم كل موضوع او كل بث هنعمله هيكون في البث ده موضوع احنا بنتكلم عنه. فالنهاردة احنا بنتكلم عن الفترة الحالية اللي هي الفترة بعد انتهاء موسم القلش وبداية موسم الإعدادات للسباقات. الفترة دي الأول النهاردة 5 أكتوبر. أحب أحيي كل الناس بمناسبة عيد أكتوبر المجيد. أنا بعتبره بالنسبة لنا نصر عظيم، ولكل الناس بنقول لهم رحم الله شهداء الوطن وجيل أكتوبر العظيم اللي ضحى بنفسه عشان العزة للوطن يعني. فدي حاجة احنا لازم نشيد بيها لكل الناس يعني. نرجع تاني لموضوع الحمام. الفترة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها بتنقسم لمرحلتين، بدنيا وسلوكيا. انا هتعامل مع الحمام بدنيا وسلوكيا، وهتعامل معاه وقائيا وعلاجيا. طيب ايه اللي مفروض احنا النهاردة هنمسك؟ ايه الجزء الاولاني اللي هو بدنيا وسلوكيا. بدنيا وسلوكيا دي انا المفروض دي مرحلة مهمة جدا، لازم انا بشوف انا هعمل ايه مع الحمام في الفترة دي. الفترة دي الحمام خارج من موضوع القلش. انا عن نفسي بقفل على الحمام يعني مدة القلش بالكامل بقفلها. الحمام ما بيطرش، مخليه يركز كل مجهوده وكل انتاجه من الفيتامينات اللي بياخدها والاحماض الامينية، وكل حاجة بتروح لمجهود الرئيسي اللي هو الريش والجثمان يعني. فطبعا بيبقى عشان ابدا انقل من المرحله دي لمرحله الاعداد البدني، لازم اول حاجه بحط ماده ال كارليتين اللي هي بتعمل اولا بتساعد على حرق شويه من الدهون وجسمه يبدا يخف. وثانيا بيبقى مع ال كارليتين دي بعض المواد اللي بتعمل يعني عدم وجود كريمبات للحمام، فدي بتبقى كويسة جدا يعني. فطبعا احنا بنتكلم هنا عن المواد الفعالة، ما بنتكلمش على اسماء منتجات، لان احنا الهدف من الفيديوهات دي ان هي تعليم للناس والايصال للناس يعني. اما باجي افتح له برضه في الطيران مش لازم انا ده حمام راكن وبقاله فترة ما اجيش انا اروح جاي ايه مطيره وقاعد انش فيه، فالحمام هيركن او هيقع مني او هيحصل له مشاكل. فانا بفتح له بهدوء واسيبه يطلع وينزل، وما بعملوش اي ازعاج عشان ده لفته اللي المفروض ان هو بيطمئن ويرجع له يعني. فلازم اكون اتعامل معاه بتدريج في الطيران، اسيبه يطلع وينزل براحته، وبعد كده ابدا اعوده على الطيران ويتدرج له في مواعيد الطيران. في الفترة دي ما ينفعش ان انا لسه بفتح له في الاول واروح جاي راح فاتح له في الحر وفي وقت الظهر، ودي بتبقى مشكلة كبيرة لان هو لسه مش متعود وما عندوش لياقة. فانا بفتح له في وقت اللي بيكون واتمنى يعني بفضل الوقت الصباحي. ما يعني ما بفضلش وقت اللي هو بعد العصر، لان ممكن في الفترة دي هو بيبقى خايف، فتبقى مشكلة كبيرة ان هو يتفزع بالليل ويطير ويحصل له مشكلة. لازم الطيور تكون معزولة، الذكور لوحديها والنوتي لوحديها، ما يكونوش مع بعض عشان ما يبدأوش يعني يعملوا مشاكل مع بعض، او يبقى مجهودهم ان هم يبيضوا او يعملوا فينزل من الفورمة بتاعة الحمام. الكلفة برضو في الوقت ده لازم تكون مناسبة للفترة دي، منها يعني يكون الكلفة فيها نسبة كبيرة من الشعير، وتكون كلفة خفيفة عشان الحمام يتعود ويخف وزنه الأول ويبقى مناسب ليه. والشعير طبعا مفيد جدا في كل حاجة، حتى بينظف المعدة ويعمل للحمام استقرار معوي كويس، وطول ما انت بتديه ما يحصلش اي مشاكل فيه يعني.
الحمام في الفترة دي بيبقى عليه الصمة والعديلة، ولازم ابقى واخد بالي. يعني في ناس بتعمل اخطاء كبيرة قوي، يعني منها واحد يروح جاي راح من ضمن الكورس العلاجي يروح جاي دريب مدي ديدان بحاجة قوية، والحمام بيغير في الصمة والعديلة، تبوظ عنده الصمة والعديلة، تطلع ضعيفة من النص وتتكسر وهو بيسابق بعد كده، وتطلع مشوهة وبتطلع في حجمها غير الطبيعي. فاحنا ناخد بالنا ان مش ده وقت وضع الديدان لا اما بتوضع بيكون بعد موسم القلش، بيكون قصدي بعد قبل موسم القلش وبعد انتهاء موسم السباقات. ده انسب وقت للديدان. يعني لو الناس بتدي، انا عن نفسي بقالي 7 سنين ما اديتش ديدان، بس الناس ملهاش علاقة بيا، لا، انا ماشي بسيستم واكل نضيف وحاجتي، ودايما بعمل اختبارات، فما فيش ديدان فمش هدي ديدان يعني. لكن اللي عنده مشاكل وتحاليله طلع فيها ديدان فبيدي ديدان للحمام. نتكلم تاني على دي فترة اعداد وتدريب للطيور. اهم حاجة بالنسبة لنا في الفترة دي ان احنا برضو بنطلق الحمام وهو جعان، وبنعوده ان هو يحبس بسرعة عشان الثواني بتفرق. معلش انا بتكلم بسرعة عشان عاوز الفيديو ما يكونش طويل، او اللايف ما يكونش طويل، والناس بتستفيد فيه وفي كمية المعلومات اللي الناس عاوزاها. وبعد كده اي اسئلة او اي حاجة الناس تبقى تكتبها لي وانا هكتبها وهرد عليها برضو ان شاء الله. البرنامج اليومي لازم يكون ثابت. الحمام بيكون عارف هو هيتفتح له امتى وهياكل امتى. ده سيكولوجيا لكل الأجسام بيحصل لها، بتعتاد على كده، ولما تعتاد على هذا الأسلوب بتبدأ تستفيد بأكبر استفادة في الأكل واستفادة في المية وكده. يعني فلازم إن أنا أثبت البرنامج اليومي الحام. هياكل يوم الساعة كذا يبقى هياكل الساعة كذا، هيشرب هيطير الساعة كذا يبقى هيطير الساعة كذا. اوتوماتيك هتلاقي بعد كده تيجي تطلع له في ميعاد الطيران هتلاقيه لوحده اوتوماتيك واقف لك على الترابات عاوز يطلع عشان يطير. نتكلم كمان في ناس بتعمل اخطاء. لقيت واحد بيقول لي انا بفتح باكل الحمام بالليل. الحمام بيعيش بالطبيعة في الفترة دي. يعني بالليل لازم يكون الحمام نايم مقفول عليه النور، ما فيش اي نور بيتفتح عليه. دي مشكلة كبيرة جدا ان انت تفتح النور للحمام بالليل. الحمام كائن طبيعي بينام بالليل مع انتهاء الضوء وبيصحى صباحا بدري. الفترة دي هو نايم. ومن الأخطاء الكبيرة إن أنا أفتح عليه بالليل. الفرد الحمام بينزل من على الكابولي بتاعه، ينزل ياكل ومش هيطلع مكانه تاني، وهتيجي تقفله ومفيش. يعني تخيل انت نايم وبتطلع تاكل بالليل وما بينامش الوقت بتاعه مظبوط، فده خطأ كبير. كل الرياضيين بيناموا وبياخد وقت من الراحة كبير وثابت. فلازم تبقى واخد بالك ان الحمام ما بيفتحش عليه النور بالليل، ولا بتقرب له تماما، ولا بتزعجه. يعني حتى لو ليك قاعد على السطح وبتقعد على السطح بالليل وقاعد تضحك انت واصحابك واخواتك، خد بالك ان ده بيقلق الحمام جوه، وده مشكلة. إن طبعا النظافة يعني فيها كمية كبيرة جدا من المحافظة على الطيور. الفترة دي فترة حساسة، واللي هيحصل له مشكلة احتمال كبير انه مش هيلحق يعني يتداركها كويس قوي، وهيكون فيها مشاكل يعني شوية عشان ان هو يرد الطيور تاني، لان الوقت صغير قبل التدريبات وكده. فمن الطبيعي ومن الأحسن إن أنا أعمل الحاجات الوقائية. من ضمن الحاجات الوقائية دي النظافة، إن النظافة تكون بشكل دوري. مش هقدر أقول لك يوميا عشان لو ده هيثقل عليك، يعني على الأقل يوم ويوم. وطبعا الرش للحاجات اللي هي الحشرات والحاجات دي لازم انت تبقى متابع للقصص دي على طول، لان ده بيوفر عليك كتير برضه. الاستحمام مهم. الاستحمام غير ان هو بينظف الطير، بيربطه باللفت. بيبقى هو حابب اللفت، بيبقى مستني وقت الاستحمام بتاعه. فده مهم جدا ان انت تثبته له، لان ده هيريحه يعني هيريحه نفسيا. وغير كده كمان بيفك. لو يعني الناس اللي بتلعب رياضة بتبقى عارفة ان هو بعد ما بيتدرب بيروح ياخد حمام سخن عشان يفك العضلات. فهو ده بالظبط الحمام. انت ما بتعمل له عملية السرخاء وتحط له يستحمى، دي بتعمل له عملية السرخاء وحب للمكان. فده مهم جدا ان احنا نحمل الحمام اسبوعين.
لازم يكون البرنامج البدني يتناسب مع برنامج العلاج. يعني الفترة دي احنا النهاردة بنتكلم على البرنامج البدني بس، ما اتكلمناش على البرنامج العلاجي والوقائي، وده هنتكلم عليه في اللايف الجاي ان شاء الله. لكن هما الاتنين يكونوا بيتناسبوا. يعني انا مثلا ما يكونش مثلا بدي مثلا حاجة للحمام علاجية، وحاجة وانا قاعد بقى فحت له بطلعه بفحته بقى طيران وهش واعمل له. فلازم ابقى فاهم مثلا هو دلوقتي بيتعالج، فما ارص عليه اسيبه عشان ما يقعش مني. دي حاجة مهمة انه الاتنين يتناسبوا مع بعض. لازم اكون مركز مع الحمام، مركز مع الحمام. يعني عارف كل فرد واقف فين. يعني ابقى مركز مع كل فرد حمام. الفرد مش واقف هنا النهارده ليه؟ الفرد ده مش مكلش. دي حاجات مهمة. دي حاجات مهمة ان انت تبقى مركز فيها، لان دي ما بتتلخبط بيبقى فيها مشاكل، وانت في الاول بتبقى فاهم. يعني انا لو فرد الحمام ليه مكان وثابت، ده بالنسبة لنا انا عارفه، فببقى لو غير مكانه ببقى فاهم ان الفرد الحمام ده متضايق من حاجة. ما انزلش كل الوجبة بتاعته، لازم اكون متابع، لان ممكن يحصل اي مشاكل في الفترة دي. فالتركيز بتاعي مع كل فرد حمام هو ده اللي هيخلي الحمام كويس. طيب، ايه تاني؟ ما انا بدني بعمل للحمام تدريج وقتي في طيران الحمام. انا قدامي على الاقل الحمام بيتفتح له شهرين او بيطير شهرين قبل التدريبات. بزود كل فترة عدد ساعات، عدد دقايق الطيران، لغاية ما اوصل في طيران المجموعة ساعة يوميا. ساعة يوميا دي كفيلة انها يعني تقريبا فوق 50 كيلو او 70 كيلو طيران. فدي كويسة جدا. اللياقة البدنية اثبتت نفسها. انا في ناس بقى انا بطير ساعة ونص، انا بطير ساعتين، كويس وده كل حاجة. بس ده انت بتاخذ من مخزون الطائر. هو كده كده انا عرفت ان هو وصل للياقة اللي هو عاوزها. انا بقى طيرانه ساعة ونص وساعتين، طب ما انا باخد منه، ما هو ده مجهود زيادة بيتعمل، فباخد منه. طب واخد منه ليه؟ انا عاوزه ان هو يطير الساعة، وهعرف ان هو بعد اكتمال الساعة دي ان هو نزل لا نهج لا فتح بقه ولا عمل كده. فرد الحمام جاهز ان هو يتدرب تدريب كامل. طيب انا الساعة دي عشان اوصل لها انا محتاج فترة طويلة. مش عاوزك تقرص على الحمام مرة واحدة، وعاوزه ان هو يكون بيطير بأريحية. عشان حتى لو في فرد تعبان ومش قادر يطير، ما تجبروش ان هو يسيبك ويركن في حتة تانية، او تضغط عليه فحصل له كرامب، او تضغط عليه فينزل مرهق عطشان ويجري ويعمل، ممكن يتعب. فالفترة دي فترة مهمة جدا ان انت تركز مع حمامك، وكل حاجة بتتاخد بالتدريب وبالتدريج، الاتنين مع بعض. طبعا الفترة دي من الفترات المهمة اللي احنا لازم كلنا نبقى مركزين فيها. وتقريبا انا خلصت موضوع البدنيا والسلوكيا مع الحمام. وان شاء الله البرنامج الوقائي والعلاجي، وده هيبقى مهم جدا ولايف كبير، ان شاء الله هنعمله لحضراتكم برضو. واسال الله العظيم ان يعني يجمعنا في الجنة كلنا ان شاء الله. واي استفسار من اي حد عاوز يستفسر عليه يبقى يكتبه، وانا ان شاء الله هكتبه وهكتب كل الاسئلة واحاول اجاوب عليها في لايف يكون لوحده. بس احنا عاوزين نبقى مرتبين، ان كل لايف بيتكلم على حاجة معينة، على اساس ان احنا كلنا ان شاء الله اللي عاوز حاجة معينة يخش على اللايف بتاعها يعني. واشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.